السلام عليكم ورحمة الله. إخواني الأفاضل أينما كنتم حياكم الله. نحن اليوم الجمعة 3 يناير 2025 والساعة راهي 7:25 مساء بتوقيت الجزائر. أزل في اللون إخواني. هذا حديث على السريع رايح نتطرق فيه، راني موجود معكم على التيك توك وعلى اليوتيوب. راح نتطرق فيه إلى أهم ما سأتحدث عنه في لايف الليلة، وهذا مرة أخرى قلتها أكثر من مرة باش بعض إخواننا اللي يكونوا ربما يشوفوا باللي المواضيع اللي راح نتكلم فيها مش مهمة جدا بالنسبة إليهم يقدروا ما يحضروش، لأن مرات بعض الناس يقولوا لي مليح لو كان يكون كاين إعلان على ما ستتحدث فيه، أو أيضا اللي يكونوا مهتمين ممكن يشوفوا أن الموضوع اللي راح نتكلم فيه قد يكون مهم لهم أو يشعرهم بالاهتمام أو فيكونوا موجودين معنا إن شاء الله. عموما راح يكون سريع هذا اللايف، ما يفوتش 15 دقيقة بإذن الله. اليوم طبيعة الحال راح نتطرقوا في الملفات الدولية إلى غزة وما يجري فيها من إجرام وآخر الدمار اللي راه هناك والقتل، ولكن أيضا لبعض ما يقال من أن في تقدم في المحادثات. فالصهاينة أرسلوا وفدهم إلى الدوحة للحديث في ربما من جديد على موضوع ما يسمى بالوصول إلى صفقة. راح نتحدثوا في الملف أيضا الخارجي على سوريا ووصول وزيرين من دول كبيرة ألمانيا وفرنسا وصولهم إلى دمشق، ولكن راح نشوفوا في ملاحظات راح نشوفوا النظرة الاستعمارية الاستعلائية اللي مازال يمارسها الغرب على شعوبنا وعلى دولنا، وكيفاش وصلوا لسوريا وبمن بدأوا زيارة، كيف بدأت، ثم ماذا جاء فيها، ثم الإملاءات والشروط والابتعاد حتى على ما يسمونها العلمانية والديمقراطية في بلدانهم واللي مارسوها حقيقة، ولكن لما يوصلوا لبلداننا تصبح الديمقراطية هذه وكأنها شيء خارق، يعني ماهوش موجود وينسوه تماما. فبدأوا يتحدثوا على إشراك الطوائف، الشعب السوري يتكلموا عليه كطوائف كأقليات وليس كشعب سوري، وهذا مما في الحقيقة ضد كل ما يقولونه في بلدانهم. ما يتكلموش على الأديان، ما يتكلموش على الأعراق، يتكلموا على الأحزاب، على المنظمات. لكن لماذا عندما يصلون علينا أو عندنا يتكلمون بهذه الطريقة؟ نحن نعلق الموضوع هذا، وأيضا لماذا الحديث والإصرار على أن الشعب السوري هو مجموعة أقليات أو حتى هناك أغلبية وأقليات، في حين أن الديمقراطية في حد ذاتها من أسسها الرئيسية هو حكم الأغلبية وليس حكم الأقليات. فكيف تصبح القضية مقلوبة على رأسها؟ لكن حديثي الرئيسي راح يكون طبعا الجزائر اليوم، وفي الجزائر كاين مجموعة من القضايا، ربما قضايا داخلية، طبعا خروج شنقريحة ووجود شحنة والحديث على المخاطر الخارجية، الحديث على تربص وأن البلاد يتربصوا بها. راح نشوفوا حقيقة من يتربص بالبلاد، من أضعف البلاد. راح نعاودوا مرة أخرى نذكروهم ونردوا على البعض من اللي راهم يدافعوا على هذه العصابة، وبعضهم حقيقة يعني بعضهم ليسوا أكثر من مرتزقة وأذناب وذباب. ومن هؤلاء المرتزقة والأذناب والذباب اليوم كانت هناك واقعة راكم بالك تبعتوها، البعض منكم أكيد تبعها، وهو أن الفرنسيين أخيرا اعتقلوا أحد الذباب، أحد الأذناب للعصابة، واللي كان دائما يهدد الناس بالقضاء عليهم، باش ما نقولوش العبارة اللي ما يحبهاش تيك توك وما يحبوهاش المواقع التواصل الاجتماعي، مرات ما يحبوش بعض الكلمات، يعني خرج للقضاء على الجزائريين، يدعو إلى القضاء على كل من يعترض على هذا النظام. هو مش وحده هذا، كاين مجموعة ممكن تحطها في حدود 25-30 شخص في فرنسا. الحقيقة أن هذه السنوات الأخيرة استخدمتهم المخابرات استخدام بشع، استخدام أساء جدا جدا قبل كل شيء لصورة الجزائر كجزائر، كبلد، كوطن اللي احنا نشتركوا فيه مع الجيد والسيء، مع الأشرار والأخيار، مع السفهاء
الحراكيين. هؤلاء السفهاء اللي استخدمهم المخابرات العصابة عندهم سنوات. وحتى لما راح جبار مهنا وجاء هذا البديل اللي عليه، وكان المفروض أن هذا يفهم بأن هؤلاء راهم يضروا حتى بالعصابة اللي حاكمة البلاد. هؤلاء الأصناف اللي راكم تستخدموهم في الغرب عموما وفي فرنسا خصوصا يضروكم ضرر شديد لو كان جا عندكم عقل. لأن ماذا يظهر يعني البذاءة، السفاهة، الكلام البائس، الكلام اللي ما عندوش قيمة، الرداءة فيما يقولون باش يجوا يدافعوا على النظام يضروه في الحقيقة أكثر. وتظهر أن هذا هو نظام الجزائر، هذا هو النظام اللي حاكم في الجزائر. الحقيقة هي هذه حقيقة. نعم، هؤلاء ما هم إلا مرآة، ما هم إلا صورة للمجموعة اللي حاكمة في الجزائر. اللي حاكمة في الجزائر أنا شفنا تبون ما يسمى برئيس الدولة كيفاش خرج ومس إنسان نختلف معه احنا وأدناه فيما يقول. وكل جزائري، ليس حتما أن نقول كل جزائري وطني، كل جزائري فقط يدين ويدين بشدة هذا بوعلام صنصال، يدين صهيونيته ويدين تصرفاته وخطابه المعادي للبلاد وللشعب وللثورة وللتاريخ وللجغرافيا. ولكن أن يخرج ما يسمى برئيس الدولة ويمسوا في يقول باللي ولد حرام، بمعنى أنه ولد حرام وما يعرفش باباه، هذا كلام صراحة. هاي العقلية الذبابية اللي أصبحت في هرم السلطة، في هرم السلطة. يعني كنت تسمعوا، أنا نقل لي بعض الكلام اللي قالوا شنقريحة في بعض اجتماعاته مع جنرالات أو مع ضباط أو أبشع من تبون مليون مرة. كلام سفيه بذيء فاحش، سب الدين، سب الرب عز وجل. وبالتالي هؤلاء اللي ظهروا في بعض الدول الغربية وخاصة في فرنسا، واللي فرنسا في الحقيقة ما كانش مش مزعجينها، لأنها بالعكس فرنسا لا تريد الحراك، فرنسا لا تريد التغيير الحقيقي في الجزائر. فرنسا تريد نظام ضعيف تابع يضعف الجزائر والجزائريين. صحيح تتأثر لأنه يهربوا بعض الناس ويهربوا بعض الجزائريين فتتأثر، لكن الإجمال بالنسبة إليها حتى وإن تأثرت من بعض الناس اللي يكونوا سيئين أو بعض الحراقة أو بعض الهجرة أو إلا أن في النهاية فرنسا تعرف بأن جزائر كسيحة، جزائر معاقة، جزائر تابعة لها، معليش يغطي كل القلاقل اللي تجيها مرات بسبب وجود نظام ديكتاتوري عسكري تافه ورديء إلى آخره. إذن اعتقال أخيرا وخروج وزير الداخلية نفسه يعلن على ذلك، اعتقال شخص من الأشخاص اللي دعوا إلى القضاء على الجزائريين. كما قلت ما نذكرش عيد بالعبارة بالتفصيل باش ما لأن التيك توك فيه مشاكل في الأمور هذه. في الحقيقة هذا الشخص مش وحده، راهم كما قلت في حدود 25-30 شخص. ونحن عندنا معلومات كانوا اعتدوا على جزائريين أحرار حركيين، اعتدوا عليهم في فرنسا، اعتدوا عليهم في مثلا اعتدوا على الأخ رياض قبل فترة، اعتدوا على الأخت آسيا قبل فترة، اعتدوا على أيضا إخواننا اللي كانوا مراد وغيره اللي كانوا موجودين في بلجيكا، واعتداءات عديدة في الحقيقة. كان أيضا أحدهم جاء يعتدي على أحد الجزائريين وضرب شرطي فرنسي، وأدى إلى أن هذا الشرطي الفرنسي أصيب بإعاقة. راهم مسجنين الفرنسيين أخيرا سجنوه، لكن كان المفروض يأخذ 10 سنوات، أعطاه 8 شهور. لكن يبدو لأن العلاقات ساءت ما بين النظامين، ما بين حكام الإليزي والعصابة اللي في الجزائر، فأخيرا تحركوا، بالرغم أن قوانينهم المفروض أنهم يتحركوا من زمان، يعني يتحركوا من زمان باش ما يكونش هناك دعوة إلى العنف ودعوة صريحة. لكنهم بالنسبة إليهم لأسباب متعددة قد أشرحها إن شاء الله في اللايف أيضا. بطبيعة الحال راح نتكلم على أشياء أخرى بما فيها أيضا مرة أخرى
العنف في الملاعب، وما حدث في جالما، والجرحى والعنف الشديد والحجر. ولماذا تحولت الرياضة عموما وكرة القدم خصوصا في الجزائر إلى كارثة، إلى مصيبة على الجزائريين كشعب كوطن، وحتى على نظام الحكم اللي راه سجن بعض كبار المسؤولين اللي كانوا في الرياضة، وما زال لأن فيها رشاوي وفساد كبير جدا، إلى درجة أن أغلبية الجزائريين الآن، أنا على قناعة من هذا، يعني كثير منهم يراسلني وأنا نتابع بعض الأشياء اللي تقال، يريد يحبسوا هذا الفوتبول، حابين يحبس هذا الفوتبول، لأن أصبح يموتوا فيه بعض الشباب، يتجرحوا بعض الشباب، يصاب بإعاقة، الجيران اللي يسكنوا بالقرب من الملاعب، أصبحت كارثة بالنسبة إليهم. هذه الأوضاع. هذه بعض النقاط، مش كلها، اللي راح تكون في اللايف. نحاول قدر الإمكان أني إن شاء الله نتكلم فيها، نقدم وجهة نظري. طبعا ما حدث، وش راه الآلام الشديدة اللي راهي في برج منايل وما جاورها، و28 مختفين من خاوتنا، أيضا في مستغانم الأم وأبنائها الأربعة، وكم تأثروا الناس. وربما أيضا نردوا على بعض أئمة CCP اللي باعوا دينهم بدنيا الناس، حتى ما هيش بدينهم. كثيرين من الأئمة هؤلاء تاع CCP في الحقيقة راهم عايشين على الكفاف، لا أقول كلهم بالمناسبة، يعني كاين بعض الأئمة وبعضهم حتى راسلني يقول لي الله غالب الله غالب، بصح أنا نقول لهم صراحة، ما في هذه النقطة ما عندكمش الله غالب، الله هو الرزاق. إلا راك تقول لي الله غالب، نقول لك أنا الله هو الرزاق. ما تبقاش تقدس، تعظم، تفخم عصابات إجرامية أفسدت البلاد، أهلكت البلاد، عذبت الناس مرارة كبيرة جدا. وش راه يطالب الجزائري؟ طالبوا بالإصلاحات. المفروض الأئمة هم اللي يقودوا هذه المطالب. المفروض اللي يخاف من الله ويخاف من الحساب ويخاف من اليوم القيامة أن لا يسكت عن الحق. مش برك سكتوا على الحق أغلبية العظمى منكم، بل أصبحتم تطبلون للباطل. مش فقط سكتوا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل أصبحتم تأمرون بالمنكر وتنهون عن المعروف، وتهاجمون الجزائريين الأحرار اللي يريدوا لبلدهم أن ينهض ولشعبهم أن يعيش حياة طيبة كريمة حرة في وطنه. أصبحتم تهاجمونهم. طبعا نحن لا يضرنا هجوماتكم، بل بالعكس تزيدنا قوة وتزيدنا صمود، وتزيد عند الناس، وقبل ذلك عند الله سبحانه وتعالى تزيدنا أجر. ويعرفوا الناس كم نتلقى من البذاءات ومن السفهات، حتى ممن يزعمون أنهم أئمة وأنهم ينشرون الدين، فبهم ينشرون دينا مزورا. أعظم جهاد كلمة حق عند سلطان جائر. سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام، إلى حاكم أمره ونهاه فقتله هذا الحاكم. لماذا هؤلاء الأئمة لا يخرجون بكلمة الحق ويبقون في هذا الإذلال؟ هم يذلونهم. مرات يوضعوا في هذه الإدارات نتاع وزارة الشؤون الدينية، مديريات وزارة الشؤون الدينية في الولايات، يضعون فيها مدراء هم من أسفه الناس، نساء ورجال من أسفه الناس، باش يتحكموا في الأئمة ويذلوهم إذلال كبير. فبدل هؤلاء الأئمة أن يقولوا الحق، أصبحوا مش فقط ساكتين عن الباطل، وإنما يصفقون له وينشرونه. رح نرجع لبعض منهم وبعض كتابات. طبعا كاين أئمة وكاين آخر حتى ما همش أئمة، لكنهم مداخلة، وهؤلاء نحن نعرف المداخلة وضررهم على الناس. وإن كان في الجزائر بدأوا يضعفوا بشكل كبير. وما حدث في الحقيقة في سوريا أنه كان زلزال للأنظمة الطغيانية ولأذنابها، خاصة من المداخلة، لأن جاتهم ضربة كبيرة. المداخلة في الحقيقة هم مع الحكام الظالمين وليس غيره. إن شاء الله هذه المواضيع وربما غيرها إذا سمحنا الوقت راح ندردش فيها معكم
بعد حوالي ساعتين أو ساعتين ونصف من الآن. حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.